ألقت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين كمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل القبض على محمد عبد السلام عازف الأورج خلال قدومه من محافظة القليوبية متجها إلى منطقة الساحل بمحافظة القاهرة. وكانت ساعات قليلة قضاها عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام داخل قسم الساحل، وذلك بعد توقيفه في كمين المظلات. لقد تبين أن سبب القبض على عازف الأورج محمد عبد السلام هو صدور 13 حكما قضائيا ضده في قضايا شيكات دون رصيد وقضايا تبديد، وجرى اصطحابه إلى قسم شرطة الساحل بالقاهرة. وبمواجهة عازف الأورج بالأحكام الصادرة ضده أقر بأنها أحكام غيابية، وخاصة بمجال عمله في إحياء الحفلات والأفراح. وكانت الشؤون القانونية لنقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام بسبب مخالفات وشكاوى ضده مقدمة من متعهدي حفلات، حيث قال الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين أن الشؤون القانونية ورد إليها شكاوى عديدة بحق عازف الأورج محمد عبد السلام لعدم التزامه بالعقود المبرمة معه، وتقرر إيقافه. انتظروني في حلقة قادمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.